المغربي إمكانية تسديد وتعقيد كرة تجاوزت بالفعل. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. السلام عليكم خوتي، غادي نحاولوا اننا نبسطوا لكم الامور وغنجيبوا لكم اللقطه اللي دار ابراهيم الرباج. ميسي المنتخب المغربي صراحه لاعب مستوى عالي. هنا كما كتشوفوا الكره، هنا ثلاثه المدافعين غادي يتجهوا اللاعب المغربي ابراهيم الرباج اللي دار لمسه رائعه. وكما كتشوفوا الخطا الكارثي ديال المدافع الجزائري اللي عطى واحد سباس كبير خلف الظهر. اسيست ولا اجمل ولا اروع من ابراهيم الرباج. اسيست رائعه، اسيست ديال الحريفيه الكبار وعلى طريقه ميسي صراحه. كما كتشوفوا هنا المهاجم حاول انه يسدد، لكن الدفاع المدافع ديال المنتخب الجزائري ساعد، دار واحد المساعده كبيره في تسجيل الهدف الاول لصالح المنتخب المغربي. وهنا كما كتشوفوا فرحه الجماهير المغربيه. ابراهيم الرباج اللي صراحه صدم الجميع، لاعب تشيلسي. هنا الانطلاقه ديالو واللمسه فنيه، قدر انه كسر الحائط ديال الدفاع ديال المنتخب الجزائري. وهنا غادي نحاولوا اننا نبسطوا لكم الامور ونشوفوا واش الهدف اللي تسجل لصالح المنتخب المغربي واش هدف صحيح او غير صحيح، واش الحكم اخطا في هذا القرار ديالو او لم يخطئ. احنا غادي نحاولوا نبسطوا لكم في اخر الفيديو، غادي تشوفوا اللقطه كامله وتكون واضحه ان شاء الله، باش حتى واحد ما يخرج ويبدا يقول ان هذا بيت او لا ماشي بيت او لا هذا ظلم تحكيمي او لا كولسه كما كيقولوا بعض الاشقاء العرب. هنا كما كتشوفوا المدافع ارتكب واحد الخطا، وهنا اللي كلف المنتخب الجزائري هدف وكلفهم 3 نقاط اللي غاليه. وهنا كما كتشوفوا كنوضحوا لكم الكره اللقطه بالصوره. هنا الكره تجاوزت خط المرمى بدون اي بلا زياده بلا نقصان في الكلام. الهدف صحيح، هدف لا غبار عليه. هنا حاولنا نبسطوا لكم ونجيبوا لكم الامكانيات اللي موجوده حاليا عندنا. الهدف كان صحيح، لا داعي للبكاء يا اخي. تشتركوا معنا في القناه ليصلكم الجديد. قناه مول البالون كترحب بالجميع والاراء ديالكم على الراس والعين. مرحبا 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 مره اخرى. انا خوتي في هذا الفيديو هذا حاولنا اننا نعرفوا باللاعب تياغو بيتاريش. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره كتشوف قناه مول البالون، نتمنى الاشتراك في القناه ليصلك دائما الجديد. والسلام عليكم.